السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حضرنا مع بعض وصفات كتير للكيك على القناة، كل وصفة فيهم تختلف عن التانية. النهاردة بقى هحضر معاكم وصفة مختلفة تماما. كيك من غير بيض ولا حليب، وهش ومرتفع وطري جدا فوق ما تتخيلوا. انسي اي طريقة تانية للكيك واعتمدي الطريقة دي ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هحضرها معاكم النهاردة بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة ومن غير ما استخدم اي ادوات. بس قبل ما نبدأ الوصفة، لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. تعالوا بينا نشوف حضرناها ازاي. في البداية بنزل بالمكونات السائلة زي ما احنا متعودين. بضيف كوب من السكر مع كوب من عصير البرتقال وبقلبهم كويس جدا. استخدمي البرتقال الفريش او الجاهز المتوفر عندك، وبقلب لحد ما السكر يدوب معايا تماما. بضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. انا هنا استخدمت فانيليا بنكهة البرتقال، بتزود معايا النكهة وكمان بتدي لون حلو قوي للكيك. تقدري تستبدليها ببشر البرتقال لو مش متوفر عندك. بخلطها كويس. بنزل عليهم بنص كوب من زيت الذرة او اي زيت متوفر عندك، المهم ما يكونش فيه ريحة. بخلطهم كويس وبعدين بنزل بباقي المقادير. في الوقت ده بضيف المكونات الجافة. 2 كوب ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات. تقدري تستخدمي دقيق خاص بالكيك. بنخلهم كويس. بضيف عليهم باكت من البيكنج باودر مع رشة من الملح، معلقتين كبار من نشا الذرة. بخلطهم كويس. وهنا بلاحظ ان قوام الكيك بيكون تقيل شوية. الإضافة المهمة اللي بتخلي معايا الكيك هاش وطري جدا ومرتفع في الفرن، وهي نص كوب من المية المغلية. هنا بتلاحظوا ان البخار طالع منه لان هي مية مغلية جدا، مش مية سخنة. ودي بتظبط معايا قوام الكيك بالشكل ده. بتلاحظوا ان قوام الكيك معايا اتظبط جدا. واخر اضافة معايا وهي اضافة مهمة جدا ما ينفعش نستغنى عنها، معلقة كبيرة من الخل الابيض. بخلطها كويس. وبكده بيكون خليط الكيك جاهز معايا. وده القوام المظبوط. بنزل بيه في قالب مقاس 24. دهنته بزيت مع رشة من الدقيق علشان الكيك ما يلزقش معايا. بخرج منه الهواء الزيادة، ودي خطوة مهمة جدا. بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، الرف الوسط، فرن شغال من تحت. وبشغل الفرن قبل دخول الكيك بحوالي 5 دقايق. وده شكل الكيك بتاعي بعد ما خرج من الفرن. بختبر السوى بعود خشبي وبتأكد ان مفيش اي سوائل. بالشكل ده بغطيه وبسيبه يبرد حوالي 10 دقايق وبعدين بقدمه. انا هنا قدمته وهو سخن لاني كنت مستعجلة، لكن من الافضل انك تسيبي الكيك يبرد تماما وبعدين بتقطعيه وتقدميه.
ما شاء الله، لا تتخيلوا قد ايه الكيك هش وطري جدا وواضح جدا من الفيديو. تقدري تقدميه مع الشاي والنسكافيه، بيناسب جدا الأجواء الشتوية، وكلنا طبعا بنحب الكيك وخاصة في الشتاء. وتعالوا نشوف ما شاء الله على قوام الكيك، وقد ايه هو هش وطري وبدون اي فراغات. شوفوا، واضح جدا من الفيديو. وصفة كيك بسيطة وبمكونات بسيطة جدا وبطريقة سهلة، ما استخدمتش فيها اي ادوات، وكمان ناجح 100%. شوفوا قد ايه هش من جوه، مفهوش اي فراغات. حبيت النهاردة اني اقدم لكم الفيديو بصوتي علشان ما انساش اي معلومة ولو بسيطة، لان بيبقى مفيش مساحة كافية في الفيديو. يا رب ما يكونش عملت لكم ازعاج. وبكده بنكون خلصنا وصفتنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون الوصفة عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة او عجبكم الفيديو، ما تنسوش تدعموني في قناتي بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس ليوصل لكم كل فيديوهاتي. ودمتم على الف خير. مع السلامة.